السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ندعو بالرحمة للشاب القاصر الياس صاحب 16 سنة، ونتمنى من الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويجعل مأواه الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان. الياس شاب الياس حسب أولاد فإن والده توفي منذ 3 أشهر. نتمنى الرحمة للشاب الياس. فاليوم مواقع السوشيال ميديا تحدثت أغلبها عن طريقة وفاته، وجاء على هذا الصدد بيان صحفي من طرف الشرطة لكي تبين كيف كانت طريقة وفاته عن طريق طلقة نار تحذيرية. فكان البيان كالتالي: على إثر تنفيذ عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي بأمن ولاية الجزائر العاصمة لإذن نيابي بتفتيش أحد المساكن اليوم 10 جانفي 2023، والذي أسفر عن توقيف شخصين وحجز ما يزيد عن 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات. فوجئ عناصر التشكيل الأمني بمحاولة بعض الشباب الحي عرقلة سير العملية، ما دفع أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار تحذيري أصاب القاصر المسمى إلياس، الذي نقل على جناح السرعة إلى مستشفى زميرلي بالحراش، أين وفاته المنية منتصف نهار اليوم. في هذا الصدد تعلم المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف الشرطي تحت النظر بأحد مقرات الشرطة وإخضاع السلاح الناري للخبراء البوليسية مع التحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. وهذا تتقدم مديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لعائلة الضحية على أن يتم إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات القضائية. ومن هنا فإن الشاب الياس على حسب الشرطة القضائية فإنه أصيب بطلقة نار تحذيرية. نتمنى الصبر لعائلته وأن يتغمد روحه ويجعل مأواه الجنة يا رب. إذا عجبكم الفيديو نتمنى أنكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.